بان دول الخليج تحلم بالبرازيل، تحلم بالارجنتين، وتحطموا شمال افريقيا. مش معقول. مش علينا احنا. لا احنا مش اسياد اللي علينا البرازيل، ولكن ما تقولنا احنا اسياد. لا تعال. مش اسياد. لا احنا مش عبيد للبرازيل. تذكير اللعبه واحده. احنا مش عبيد للبرازيل. لا انا ندافع في مؤتمر الصحفي قال نحن الان نمثل العرب. سبب عدم تطور كرة القدم في الخليج امثال هذا. الله من فاز على الارجنتين في النهائي في الشيلي؟ انت الكويت. صغار تزوير انا حطها. هذا اتهام خطير. هذا تتابع عليه في المحاكم الرياضيه. ما يخالف. اقسم بالله تتابع. انت تتهم الجامعه الملكيه المغربيه بالاعمار. اسحب كلامك من المجلس. لا تضرب والله ما كتقول شي حاجه مفيده. لا انت ما تدخلش من افريقيا، انتم بتفوزوا. نحن نكلمك هنا اسيا. نحن كيف يا اسيا ولا احمد ترجعنا لاسيا عرب بس. احمد نتكلم على اسيا. احمد الله يخليك، مره اخرى ما تقولناش انتوما ديال افريقيا وحنا ديال عادل احنا عرب نبقاو عرب يا جماعه. احنا ما نتكلم عرب ديال افريقيا وعرب ديال اسيا. شوف لا انا ما نقبلهاش نهائيا. حنايا العرب كنخدموا تحت الطاوله. نتكلم على كره افريقيا واسيا. شوف ما عندنا لا افريقيا ولا اسيا. عندنا عرب، خارطه كلها فيها اعلام ديال العرب كامله. انا لا احبذ هذه الفكره. انتم عرب افريقيا وحنا عرب اسيا وحنا عرب ديال بنغلاديش، حنا عرب ديال اذا تقول هكا مش ما ترد على خالد. غير مقبوله. رد على خالد قاسم. لا شوف لما قال عرب افريقيا احسن ولا عرب اسيا. كل حلقات لا يا احمد الله يخليك. لا رد على خالد. احمد يا بسالك يا الحوار اخذ وعطاء. لا ما انت كل مره انتم خليكم في عرب افريقيا وكنتم عرب. اسمح لي احنا عرب ما نتطوروش. اذا نتكلم بالعقليه ما كنتطوروش. سلطنه عمان، منتخب عمان، شنو هو اللاعب المميز عندكم عطاكم في الخليج؟ شنو هو؟ تقولنا مباراة على البرازيل. فيما نهضروا معك تقولنا البرازيل والارجنتين، البرازيل والارجنتين. من هي البرازيل ومن هي الارجنتين؟ الارجنتين فازت عليها السعودية في كأس العالم. استاد العالم. استاد البرازيل. لا انت ورطت. لا تكلم البرازيل استاد العالم. البرازيل استاد العالم في كرة القدم. البرازيل حاليا لا تقول والارجنتين من أسوأ المنتخبات الحالية. ليش؟ لا جينيراسيون اللي كاينه البرازيل. والارجنتين فاز عليها المغرب 2-1. تعادلت مع والارجنتين على نفس لا اسمح لي. بان دول الخليج تحلم بالبرازيل، تحلم بالارجنتين، وتحطموا شمال افريقيا. مش معقول. البرازيل مش معقول صراحه. اسياد العالم. لا من اسياد العالم. ما كاينش اسياد العالم. لا على نفسك البرازيل والارجنتين. اسياد العالم عليك مش علينا احنا. لا احنا مش اسياد اللي علينا البرازيل. احنا فزنا على البرازيل. لا اسمح لي. فزنا على البرازيل 2-1. فزنا على البرازيل. اسمح لي. فزنا على البرازيل. ما يصير تكلم كذي. ما يصير. اقل من 20 ولكن ما تقولنا احنا اسياد. لا تعال. ما يصير. احنا مش عبيد للبرازيل. تذكير اللعبه واحده. احنا مش عبيد للبرازيل. انا ندافع على الكره العربيه. كرة القدم البرازيلية في مؤتمر الصحفي قال نحن الآن نمثل العرب. ما يخالف. لأنك كرة القدم بالرياضة البرازيل والأرجنتين أرغى منك على نفسك. لا لحظة أنت في أنت تعادلت يا تونس قاعد تغنى فيها البرازيل وأنت عندك فوز واحد قاعد لا البرازيل عندهم لاعب واحد. اللاعبين العرب كلهم اي لاعب اسمح لي. ما يصير. انت تبيها عروبه سوف يقع عروبه. تبيها رياضه سوف فيها رياضه. شنو تبيها؟ لا رياضه لا على عيني انا اقول لك رياضه البرازيل الارجنتين فوق العرب كذي بالرياضه. هذا واقع. عليهم الكل واسمعني. انت تعادلت يا برازيل تونس لحين تسولف. انت فايز لحين تسولف. لا حبيبي العرب هي مو حرب، هي رياضة كرة قدم. احنا هذولي البرازيل، ارجنتين، المانيا، هذولي اسياد العالم بالرياضة. اسياد عليكم مش علينا احنا. عليك بعد. لا ما علينا. عليك
عليك تاريخ البرازيل فزنا عليها وليد الركراكي طنجة ب2-1 متى؟ في كاس يا لا متى اذا ما تعرف لا هو كم مره فاز عليه؟ في واحد ما عرفش المغرب فاز على البرازيل هذه هي في واحد ملعب طنجة اي هذه هي في واحد ما عرف كاس العالم في الشيلي ما فزنا على البرازيل بس ماسك السالفه هذه علي طاقك 10 مرات تفوز مره تقول لي فزت على البرازيل مرة فيش شفت شلون مره واحده حافظها هذه اخر انتصارات عند المغرب هذه بس مره واحده انت مره واحده في البرازيل وتونس تعادل مره واحده تعادلنا البرازيل هذا بيحلم البرازيل مع رياضيا البرازيل والارجنتين والمانيا كذي العرب كذي مع احترام احنا اصلا وصلنا الدور الاربعه مع المغرب هذه مره ما راح العقليه هذا شمال افريقيا وهذا شمال اوروبا وهذا العربيه وهذا كذا لا عربيه كيفاش نطوروا رواحنا اذا كان انت تقعد تحكي لي على البرازيل على نفس البرازيل كلمني فيها يعني البرازيل والارجنتين انت تعادلت يا مباراه المره اللي فاتت جاي قال لي قاعد تغنى مباراه البرازيل تدريبيه للحين يحكي لي للحين وهني تغنى مباراه البرازيل فايز على البرازيل بالمغرب هو مجاب له 10 مرات على اوروبا مرات فاز مره مستانس يبقى البرازيل الارجنتين المانيا والتفاحه صحح معلوماتك مش 10 والله العظيم مع البرازيل مش 10 صحح معلوماتك مش 10 احنا مع البرازيل محسوبين على رؤوس الاصابع كم مباراه المغرب والبرازيل ولكن المنتخب الوحيد اسمعني المنتخب الوحيد في العرب هو المغرب الذي فاز على البرازيل مع وليد الركراكي فاز على اخر نتائج من كم مباراه فايز عليه ما شافهاش من كم مباراه كيفاش ما شاف مباراه عدد المباريات اللي لعبت على البرازيل ايش كثر احسبها انت احسب لي اياها لا احسبها انت اللي كتقول 10 تحسب لي اياها 10 ربحتوا 1 اخر لعيبه المنتخب البرازيلي بعد اولا البرازيل لا اسمح لي كاس العالم انا فزت على فرنسا 1-0 قبل البرازيل مالو مال البرازيل وهي حتى اوروبا البرازيل والارجنتين هو قاعد يتكلم على فرنسا الحين هاي بالبرازيل والارجنتين تعال لي حق البرازيل والارجنتين فرنسا الحين اقوى من البرازيل لا فزنا بالارجنتين لا اسياد العالم في الرياضه تحلموا مع البرازيل الحين انت بتحط منتخبات كاس العالم اطالع الجدول قدامك منو اكثر فريق ماخذ كاس العالم تصنيف البرازيل انت وين والبرازيل وين؟ انت وين والارجنتين وين؟ لا هذا واقع مني من يشتغلوا احنا نشجعكم حاب تطور من نفسك احنا نشجعكم مع تونس تعادل مع البرازيل لغايه الحين يتغنى فيها واللي فاز على البرازيل سبب عدم تطور كرة القدم في الخليج امثال هذا الله سبب تدهور الرياضه العربيه المجاملات ونسى الكويت يا ودي طور الكويت لا شفت في البرازيل سبب دمار الرياضه العربيه المجاملات اللي ما يقول الحق تقول الحق انت تجامل انت مجامل رجل مجامل بس الحق هل انت تقول معتمد كلامك ان المغرب وتونس افضل من البرازيل والارجنتين؟ ايش عملي فيها؟ يا ربي مين فاز على الارجنتين في النهائي في الشيلي؟ انت الكويت البرازيل لا حول ولا قوه الا بالله. متى هذا اي سنه تتكلم؟ هذه السنه المنتخب الاول كاس العالم اقل من 20 سنه المنتخب الاول انت يمكن مزور تطور بعد اقل من 20 سنه يمكن مزور ايش دراني يمكن مزور في كاس العالم تزوير لا تكلمني عن الشباب الفريق الاول الصغار تزوير انا حطيت هذا اتهام خطير هذا تتابع عليه في المحاكم الرياضيه ما يخالف اقسم بالله تتابع انت تتهم الجامعه الملكيه المغربيه انا اعمار اسحب كلامك من المجلس يا هذا جمال اسحب كلامك اسحب كلامك لا جمال لا لحظه اسمعني انك تتناقش مع فنيا حقك لكن اسمعني ما اسمح لك تسيء الى الجامعه الملكيه لا بالعكس لا تقولش تزوير منتخب المغرب خالد مع المغرب انا اقول منتخبات الشباب الناشئين فيهم تزوير ما عندنا احنا تزوير الكل ما عندنا تزوير ما قلت المغرب انا جماعه الرياض لا انا ذكرت اسمح لي انا ذكرت بان اخر منتخب فاز باقل من 20 سنه هو المغرب في الارجنتين على الارجنتين في النهائي فاز على البرازيل فاز على الفريق الاول انت فزت على اسبانيا وفزت على البرازيل اعمان فاز
فاز كاس العالم. وهذا اللي على الكويت خلي عمان وصل عمان. محمد عامر عماني خذ افضل لاعب بالعالم. افضل لاعب بالعالم. عندك لاعب مغربي خذ افضل لاعب بالعالم. عندك لاعب مغربي هذا افضل لاعب بالعالم. انت كتعرف افضل لاعب بالعالم. فاز كاس العالم. اسماعيل مطر افضل لاعب بالعالم. اسماعيل مطر افضل لاعب بالعالم. سعودي محمد عامر افضل لاعب بالعالم. ايش دخل بهذا؟ واش دخل الكويت؟ انا اكلمك كاس العالم في 82 مع فرنسا بغاو ينسحبوا. هذا مو قياس. هذا مو قياس. للحين هذا مو مقياس. هذا مو مقياس. لما اقول لك الشباب لما اقول الشباب الناشئين تعال على المنتخب الاول. شباب ناشئين طلع الثاني. قانا واصل 14 مره في نهائي كاس العالم. السعوديه جاب كاس العالم. يعطيكم العافيه. السعوديه لعب نهائي كاس العالم. كاس العالم. جاب كاس العالم. اسمعني انت بعد عرفت. لا انا قاعد اتكلم بالنهايه. بعد عرفت علاش دابا غنهضر على النموذج ديال الكويت علاش ما تطوراتش كره القدم في الكويت. عادل لا هو قال لا ما نقصنا من حد. انا ما نديرش هو شخص لا انا ما نديرش غنهضر عليه. اولا كيقول كلام خطير جدا. لماذا؟ لان عندما نكون فئه اقل من 17 سنه واقل من 20 سنه فهذا يعني اننا نطور للمستقبل. وبالتالي مثلا النموذج الذي اقدم عليه فوزي القجع بتوفر مالي سيوله كبيره من جلاله الملك الذي قدم الفريق الاول. خالد اكلم عن الفريق الاول اللي ناشئين شباب. لماذا؟ انا اكلم عن الفريق الاول. الفريق الاول لا تعال الفريق الاول صغار ناشئين شباب. لا الفريق الاول. الفريق الاول ما يخالف الفريق العالمي معاك. هذا كاس عالم. بلغاريا صار الرابع عالميا. وين بلغاريا؟ بلغاريا المغرب الرابع عالميا. بلغاريا صار الرابع العالم. وين الحين؟ بلغاريا لا حول ولا قوه. كوريا الشماليه وصل 94 بلغاريا. 94 وصل دول 4. وين الحين؟ انا اقول لك البرازيل الارجنتين المانيا. هذا لما يموت ويهزوا الناس غادي يغطوا بالعالم. مش بالعالم الكويت. اتكلم عن فرق حققت كاس العالم. البرازيل المانيا الارجنتين هذول فرق فوق. احنا العرب لا نقارن نفسنا فيهم. احنا ممكن لا ما تقارن. شنو عندك؟ حط فريق العربي عندك كاس عالم. عندك كاس عالم. طلع هو الكره. عندك كاس عالم. انا نقارن نفسي بيه. احنا العرب انتهى كاس العالم استانس. هم نفسهم كاس العالم. يعني شنو يلعب عندي انا نتخبى بالبيت. عندك كاس عالم. نلعب وننافس. عندك كاس عالم. عندك كاس عالم. فزت على فرنسا بكاس العالم والمغرب جرب. هذه البرازيل. هذه احكي لك من فرنسا. تعال. لا تعال. لا كم كاس عالم عندك؟ حاب تتطور. انت قارن نفسك. اقول اسمعني. انت تأهل كاس العالم ما تصدق. هم يبون كاس العالم. احنا بالعرب يا جماعه احنا بالعرب. والله ما كتقول شي حاجه مفيده بالله. احنا العرب شوف خلينا على العرب خالد. والعرب ها هما كاس العالم الثالث. هذول يبون كاس العالم. العراق الامارات مصر ها جزر القمر ها تونس ها المغرب ها قطر. حبيبي العرب والعرب اتفقوا على ان لا يتفقوا. كلمه اخيره. عادل العفو بس انت اوكي من حقك تمدح المغرب ونتائج المغرب. لا انا امدح الكره العربيه. اسمعني الكره العربيه. انا تكلمت على الكره تطوير. احنا جينا هنا نتكلموا على تطوير كره القدم العربيه. ما ينقص من الكره العربيه. انا ما بسمح له يزيد. لا قصه مع البرازيل والارجنتين صح ما نوصل نفسهم. انا لا اؤمن بالبرازيل ولا بالارجنتين لاني تفوقت على البرازيل في الكبار وتفوقت عليها. وين كاس عالم عندك؟ اخر نتيجه كاس عالم. وان شاء الله وين اخر في النتيجه؟ ان شاء الله الى كتاب وما متناش وجينا لهذا المجلس الموقر ويكون المغرب لعب مع البرازيل في الولايات المتحده الامريكيه سوف اسكت ذاك الفم ان شاء الله. شوف عادل العفو من حقك يعني تفتخر بانجازاتك وبالاشياء اللي عملتها. هذا كان تونس وذا بس بنفس الوقت ما تنسف كل تجارب او تجارب الاخرين. شكون التجارب؟ تجارب الكل ده يحاول. انت نجحت. لا ولكن شكون اللي يسفنا؟ احنا ما سفنا تو. بس اسمعني انت تقول الخليج ما دا يتطور بسبب هاي العقليات. لا انا قلت كرة القدم الان لانه هو شوف بعدين دخلت على الكويت قلت الكويت خسر بال 82 وذكرت نتائجه وذكرتها. وشفتوا عليه هو راه قال لك احنا عندنا تزوير. هذا راه كلام خطير. هذا راه في مجلس موقر.
ما يقولش بان لا احنا كلمه الفريق الاول. لا عادل تطوير كره القدم يبدا بالناشئين 17 سنه 20. الان تجربه انا ما خلانيش نكمل التجربه المغربيه هاد 17 سنه اللي معاهم ما حد ناكر. لا غير اسمح لي، هاد التجربه ديال الاقل من 17 اللي معاهم نبيل باها وجاو هنا الاسباير ووصلوا للدور الثمانيه، الان غيطلعوا لاقل من 20 والتجربه عطاو ان هذا المدرب غيبقى معاهم في اقل من 20. وهبي اللي مشى للشيلي وفاز مع المنتخب على الارجنتين في النهائي غيطلعوا الاقل من 23. لماذا اقل من 23؟ يستعدوا للالعاب الاولمبيه ويستمر معهم وهبي، يعني كاينه هناك استمراريه. هذا من اجل تطوير كره القدم تجربه ناجحه بصفه تجربه، وهذا ما خلاناش نقولوا هذا مصلح ويضم. لا لو سمحت نشأت لو سمحت انا قاعد اتكلم على الفريق الاول. عادل. انا اتكلم على الفريق الاول. نشأت كلمه واحده على المنتخب الاول. الفرق العربيه الفرق العربيه تسوي مسيره انها خذت كاس العالم. الارجنتين والبرازيل ياخذوا كاس العالم، هذا الفرق. جمال اسمع، التجربه الوحده نقولها نكملها. كيهضر على المنتخب الاول، اوكي المنتخب الاول الان هو مصنف 11. لا هو لا غير اسمح لي نجاوبوا على المنتخب الاول 11 عالميا، والرابع اخر كاس العالم، واول عربيا. كاس العالم الاخيره الرابع هنا في هذا القطر اللي لا ننكر خير كل الجماهير العربيه التي وقفت وراء المغرب وخاصه دوله قطر، لان فال خير على الكره المغربيه، ونفس الشيء الان نتمناه في الكره العربيه. عادل وعمار وجمال، شكرا لكم. سخفتنا يا صاحبي بس ان كل واحد فيكم يدافع عن فكره ونهجه، هذا حقكم في النهايه، ويعجبنا أن الشخص اللي يدافع عن وطنه. ما فهمنا حاجه وعن انجازات وطنه. مش لازم تفهم، انا فهمت موضوعهم. ما فهمت انت يوم تتكلم شمال افريقيا واسيا ما تكلم معك، نحن تكلمنا. احمد هذه مشكلتك انك ما تعرف ثقافات غيرك. لا عارف الثقافه، عارف ليش يوم انت تتكلم شمال افريقيا ما تقولش شمال افريقيا، قول عربي يا صاحبي. مالك انت عاوتاني غتطبخني هذا النهار. قول عرب مش شمال افريقيا، خلي شمال افريقيا. عرب هذه وهذا في شمال افريقيا، هذا عرب يلا جزر القمر في شمال افريقيا. انت ما عرفتش الخارطه. عادل كلمه هذا احنا ما نتقبلها. ايوه هو ما عرفتنا حتى احنا ما نتقبلوش. وانتم هذا احنا كلمه هذا ما نتقبلها. هذا السيد بس اسمع، هذا السيد من قول السيد في شمال افريقيا سبق وان قال هذا علي، ما زعلت. شكون هذا نحن قال هذه عندنا. انا شوف عندي